مساكم الله بالخير، عساكم الصحة والعافية. وعدكم قبل اسوي لكم فيديو عن موضوع الماي البارد او الجاكوزي البارد او الماي المثلج. سم مثل ما تبغى، اهم شيء انه يكون بارد بدرجة مزعجة. كيف تقدر تدخله؟ كثير من الناس يتجاهلون هذا الماي الانزعاج اللي يحسون فيه، مش الألم في اثناء دخوله. بعطيكم تكنيك بشكل بسيط سريع عشان الفيديو ما يطول. انت مجرد ما تدخل الماي البارد جسمك يحس بانزعاج شديد مش ألم، عقلك يحس بعدم راحة، فيحاول يجبر جسمك عشان انه يطلع من هذا الحالة اللي هو فيها. فبالتالي يرفع دقات قلبك، ارتفاع دقات قلبك تسبب ان النفس عندك يتسارع، والنفس تم يسارع لين ما تحس ان انت ما في اكسجين يدخلك، مع انه يدخل اكسجين كل شيء، تضطر انك تطلع من هذا الماء عشان تقدر تتنفس. فبالتالي كل اللي تسويه شيء واحد، تحكم تنفسك. مجرد ما تدخل الماء تنفسك يكون بطيء منتظم، بتحس ان تبغى تتنفس زياده، انت ما تحتاج، تحس فقط. فخليني اعطيكم مثال بسيط. لكن الماء البارد لازم يكون بارد بس ما براوي. اليوم الكول جاكوزي ذات حراره 12، قلنا انا متعود على هالماء، لا انا ما داني حالي حالكم، ولكن جسمي يحاول يخليني اتنفس اسرع، لكن يبدأ جسمك يتعود على الماي، تبدأ تحس بخدر في الجسم 60 ثانية بالضبط، وبعدها الماي ما راح تحس فيه أبد. فوائد الجاكوزي البارد مش معقولة. ريكفري كامل للجسم، ريكفري للعضلات، يساعد بشكل جدا كبير في تنزيل الوزن أكثر عن السونا والبخار معلوماتكم. الصحة العامة بشكل عام، المزاج، تحسن النوم، أشياء جدا خطير. الحين جسمي تخدر خلاص ما أحس بالماي، فصراحة أنصحكم فيه عن الدلع من الآخر. اوكي يلا.